ازيكم. الطريقة بتاعت الأبرة السوداني أنا استخدمت دقيق الدخن، عملت بيه زريعة لأنه ما عندي عيش متوفر. فلو عندكم عيش عادي ممكن تستخدموا العيش أو الدخن. فهنا دي شكل الزريعة، وبرضه شكلها ما زي حقة السودان لكن تقضي الغرض. هنا سحنت الدقيق بالسحانة العادية وما طلع لي ناعم شديد، وجزء من الدقيق خلطته في الخلاط. بالخلاطة حسيت انه افضل شوية فطلع ناعم اكتر. بعد ذاك بقوم بحضر العصيدة بتاعتي. عندي دقيق بتاع زادنا، كبيت عليه موية وكبيت عليه شوية من الخليط بتاع الدخن اللي انا خلطته، ورفعتها على النار لحد ما استوت. بعد ذاك بخلي العصيدة دي تبرد تماما، حتى من بعد ذاك بشيلها بضيفها لباقي الخليط حقي بتاع الأبري. هنا نقلتها للجردل بتاع الأبري حقي. ده العرديب والبلح، استخدمت كيلو بتاع بلح، والعرديب استخدمت صراحة كيسين، حسيت انه الكيس الواحد بسيط. والكركديه مقدار بتاع 3 كوب شاي، برضو حسيت الكوب الواحد بسيط. وفنجال بتاع حلبة وفنجال بتاع حبة البركة ديل بليتون، ما سحنتهم مع باقي البهارات بتاعتي الغرنجال وشوية بتاعت كمبة وقرفة وشوية بتاعت كزبرة وشوية بتاعت شمار والهبهان. من كل حاجة فنجال فنجال، بس الكزبرة والشمار عملت معلقة كبيرة. وهنا الموية اللي أضفتها دي موية بتاعت محريب، بليت المحريب وصفيته وأضفته. وهنا ده الشكل بتاع العجين بتاعي بعد ما خمر تماما، وطعمه بقى فيه طعم بتاع حموضة كده شوية. هنا بعد كده حيكون جاهز معانا للعواسة. والعواسة أهم حاجة إنه نستخدم الكتالات الخشبية عشان نقدر نعوز بيها الأبرة، أو لو في قطعة بتاعت بلاستيك تكون قوية برضو بتقضي الغرض للناس اللي ما في السودان اللي ما حيقدروا يتحصلوا عليه كتالة بتاعت خشب. وده هنا الشكل النهائي بتاع الأبرة بتاعنا، وبالعافية علينا وعليكم، ورمضان كريم، وتصوموا وتفطروا على خير يا رب، وكل سنة وانتم طيبين.